السلام عليكم. اليوم بإذن الله حاعمل جراتان بصلصة السبانخ. الجراتان هي يعني مفردة فرنسية أو مصطلح فرنسي، وما له مقابل يعني في المعنى بالعربي. هو يعني زي ما تقولي طبقات أكل، نوعين، صنفين أو نوعين يكونوا على بعض يسموهم هذا المسمى. دورت عنه في جوجل، لقيت ما في يعني معنى أو مرادف لها بالعربي. نجي للصنف الأول اللي هو البطاطس. عندي هنا حوالي كيلو إلا ربع بطاطس مهروسة، حضيف لها جبنة بارميزان. هذا حوالي ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة زي ما انتم شايفين. حضيف لها ملعقتين من الخبز المطحون هذا، وأتبل بملح وفلفل أسود كزبرة ناعمة مع شطة بودرة شوية وبابريكا حلوة ورشة من ريحان مجفف. أضيف المقادير هذه اللي ذكرتها على الجبنة وأعجنها مع بعض وأعملها كور بملعقة الآيس كريم. عندي الصينية رشيت عليها سبراي زبدة اللي هي هذه، أرص فيها كرات البطاطس. نجي لصلصة السبانخ. عندي هنا سبانخ أنا مغسلاها ومنظفاها ومفرزناها. 250 جرام سبانخ اللي هو ربع كيلو، نص لتر حليب يعادل كوبين، ونص كوب جبنة موزاريلا للوجه، ملعقتين. عندي هنا بصلة خليتها دبلت مع زيت زيتون. أضفت الثوم، أقلب شوية بس تطلع ريحته. أضيف السبانخ وأقلب فيها. حطيت السبانخ، شايفين دبل صار قليل قد إيه. الحين انتظره بس يتشرب شوية مويته. أضيف له الدقيق وأقلبه معاه بملح وفلفل أسود، وأراعي أقلل الملح لأنه الأجبان مملحة طبعا. الآن أضيف الدقيق، معلش خبطت الكاميرا، وأقلب. حضيف الحليب، طبعا ما أقدر أضيف وأنا أصور، لازم يدي تقلب ويد تضيف بالتدريج. حطيت الحليب زي ما انتم شايفين وأقلب. صار عندي صلصة يعني زي البشاميل بالضبط. أقلب كده دقيقتين ثلاثة. حضيف دحين شوية جبنة موزاريلا. ربع الكوب اللي عندي أخذ نصه أضيفه هنا، والباقي أحطه على الوجه. انتوا حسب رغبتكم، تبغوا تزودوا الجبنة، تبغوا تحطوا كاري، تحطوا مثلثات، اللي تحبوه مع الصلصة ممكن تضيفوا. أنا أقلل عشان إيش؟ أبغاها تكون قليلة الدسامة زي ما انتم شايفين. حطيت بس زيت زيتون، اعتمدت عليه. أحاول أخفف اللي هي الطبخة أساسها كلها بالزبدة، أنا حاولت أخفف. البطاطس اللي وريتكم هي أول خلاص تكورت، حطيتها في الصينية. حصب عليها صلصة السبانخ، والفرن مولع الفرن مسبقا، سخنته قبلها ب10 دقائق. حرش على الوجه جبنة الموزاريلا وأدخلها الفرن عشان يتحمر. دخلتها الفرن حخليها 20 دقيقة من الأسفل. بعد كده يا أتحمر الوجه معاها ولا أولع شوية عشان يتحمر. درجة حرارة 230، وإذا عندكم على 250 برضو عادي. وهذه صينيتي ما شاء الله طلعتها من الفرن، جراتان بصلصة السبانخ. 20 دقيقة أخذت من أسفل، بعدين ولعت عليها من فوق بس حمرت ده اللون طلعتها. هذا ما شاء الله اقتراح لتقديمها. عندي هنا الستيك، طبعا عملته كم مرة وشفتوه. أخذت من الصوص، بدل ما أعمل صوص بني أخذت من صوصة حطيت على الزيت مع شوية خضار سوتيه. تطلع وجبة شبه صحية ما شاء الله ولذيذة.